السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده ومفيش كوره حلوه قوي، يعني الدنيا حلوه. آه، الفتره اللي فاتت كلها كانت بتاعت في الزمالك تحديدا، كانت بتاعت زيزو. جمهور الزمالك زعلان. آه، هي هي اكتر حاجه بتزعل اللي هو ايه، يقول لك قليل الاصل. يعني ايه قليل الاصل؟ يعني واحد انت بتعامله كويس قوي فيقل معاك. يعني ما يديكش اللي انت متوقعه. يعني قليل الاصل. قليل الاصل الناس عارفه كويس قوي يعني كلمه قليل الاصل، يعني الليله دي. زمان كان في فناننا المشهور نجيب الريحاني. ايام ما كنا بنتفرج يعني على السينما، ايام ما كان في سينما يعني، ايام ما كان في حاجه بتتقدم فيها محتوى جيد. فكان عامل فيلم اسمه لعبه الست. لعبه الست ده كان عباره عن ايه؟ يعني واحده هي جميله زي زيزو، جميله. آه، كان انقذها من مواقف كتير. يعني كانت ست قليله زي زيزو. يعني زيزو لما جه الزمالك ما كانش، انا بحاول اربط، بحاول بسرعه افهمك ايه القصه بتاعت لعبه الست وليه لعبه الست هو الزمالك هو نجيب الريحاني في القصه دي. فجاب لاعب آه، قيمته السوقيه مش حاجه، مش معروف مش مشهور، وصبر عليه وقعد يلعبه شوط اتنين تلاته الراجل يطلع. وزيزو ولا شك لعيب كبير، لعيب كويس. بس انت دايما لما تبدا مع واحد يعني بيكون ليك عليه فضل. ده مش عيب، ده مش كلمة وحشة يعني. نرجع تاني للعبة الست. فكان نجيب ريحاني آه، راجل شغال في محل مع راجل من ولاد عمنا، يعني راجل رأس مالي، فشغال موظف عنده شقة وشغال موظف يعني. فقابل فاتينيسا الجميلة، اللي هي الحلوة، اللي هي شايفة نفسها في ظروف صعبة جدا. تتجوزيني يا بنت؟ اتجوزك اي حاجة، يلا ما هنعمل ايه، ما هي ظروفها صعبة. وكان ابوها اربط بقى، اب فاتينيسا وزيزو فاتينيسا وابو فاتينيسا، معلم نفخه. الاسم كان عبقري، في الاسم عبقري. السيناريست زمان كانوا مبدعين في حتى في اختيار الاسماء، فاهم؟ بالذات لما كانت يعني تشكر في امها مثلا فيقول لها إيه دي، يعني مامي، يعني مثلا يعني. فكان المعلم نفخه مش راضي على الجوازه، حاجه كده اجبرنا عليها، لان المعلم نفخه كل اللي حيلته جمال بنته. زي ابو الكابتن زيزو، هو عنده ضرة التاج دي، فما عندوش محاذير كتيره ان هو يعني ايه يلعب، مش يلعب في الاهلي يلعب. يعني هقول لك حاجه، انا عندي راي شخصي، اعذروني اكتبوا لا مش مهم يعني. ويا ريت يا ريت يا جماعه اللايك لو سمحتوا، معلش يعني وصلت دلوقتي، وصلنا 3 دقايق يعني يا ريت تحط لي لايك بالله عليك، معلش مهم والله. فابو الكابتن زيزو، يعني انا شخصي، يعني انا رايي الشخصي ان شخصيه الحاج مصطفى هي الشخصيه اللي ممكن زيزو تلاقيه بيلعب في مكابي اسرائيل عادي، مفيش اي مشكله يعني، ما عندوش بص فلوس. فنرجع تاني للعبه الست. ان المعلم نفخه مش راضي على اللي بيحصل ده، مع ان بنته كانت الى حد ما سعيده مع راجل طيب، مع راجل طيب واهله طيبين وفاهم وعايشه كويس. بس هي ايه؟ لا، احنا ندور لك على حاجه. فيجي الملياردير المشهور الراجل اللبناني اللي يعني مش فاهم حاجه برضه، مسكين مش فاهم. فالبت بتحبك، البت عايز تتجوزك، ويروحوا يلاقي اللبس، فاهم؟ نجيب الريحاني يلاقي لبسهم متغير، حياتهم متغيره، ومراته اتقلبت عليه من غير سبب، ما تفهمش ليه، في ايه يعني. فتوصل الامور ان هم جايين يساوموه. طلق، كده كده هتطلق. طب خد شيكات، شيكات، بقيتوا تكتبوا شيكات. فياخد في الاخر الشيك طب هتدفعوا كام بقى؟ يعني انا معايا حاجه كبيره. فياخد شيك كبير ويقف. وبعدين من اجمل اللقطات، انا ليا اعتراض واحد على الفيلم يعني، من اجمل اللقطات لما يقطع الشيك
ويرميه في وشها يقول لها روحي، انت ما تسويش كل المبالغ دي، كنت فاكر اكتر من كده، بس انت ما تسويش اللي احنا بنعمله عشانك ده. اعتراضي الوحيد على الفيلم ان فاتينيسا لما شافت الريحاني اتغنى وبقى هو صاحب الشركات وصاحب البتاع، عملت نفس الحركة اللي هي السيئة، يعني عملت نفسها بتنتحر وبتاع، وانا بحبك وانا ماليش غيرك. انا في رأيي الشخصي ان هي مش هتتغير، ولو نجيب الريحاني رجع افتقر تاني هتدور على راجل تاني وفلوس، هو منهج. فانا معترض على نهاية الفيلم، لكن هو الفيلم ظريف جامد جدا وحلو، وبيوريك برضو ان حتى الفقير هيتغني، حتى الايام الصعبة هتعدي. الزمالك بكل ما فيه وكل مشاكله وكل بتاع، هو الزمالك ما فيش فيه مشكلة يعني. فالكابتن زيزو ساب الزمالك، سابه في وقت صعب جدا، سابه بطريقة مش شيك، مش بطريقة ولاد الناس زي بن شرقي. شوفوا بن شرقي ساب الزمالك ازاي، شوفوا مصطفى محمد ساب الزمالك ازاي، شوفوا كتير سابوا الزمالك ازاي وعادي ولعبوا في حتت تانية. امام عاشور نفسه ساب الزمالك مش بالطريقة دي. يعني في النهاية امام عاشور عرض نفسه عليك وانت معكش فلوس، وامام عاشور الى حد ما كلاعب لا هو اقوى بكتير من زيزو. ولذلك لما كنا اتكلمنا على اداره غرفه ملابس الاهلي، انا اتكلمت على الكابتن محمود الخطيب، وانا يعني وان كنت آه، يعني مش موافق على اسلوب الخطيب في ادارته للعلاقات مع الزمالك، بس عادي هو حر طبعا، كل واحد حر في دماغه يعني. لان كمان الطريقه دي هتسبب له مشاكل كتير في غرفه ملابسه، وده انا قلته كتير قبل كده. يمكن في ناس اهلاويه كتير مش فاهمين انا بقول ايه يعني، للاسف يعني ما بيحاولش يسمعني، هو معانا ولا ضد، هي كده، فطب احلق دقنا. فهتلاقي للاسف انا عايز حد يناقشني، يعني لو انت مثلا شايف ان كابتن محمود الخطيب عنده حق في كل شيء، انا ما بتكلمش مثلا في اخلاقات محمود الخطيب، راجل محترم جدا. كابتن محمود الخطيب تاريخ ما فيش زيه يا اخوانا. كابتن محمود الخطيب هو واحد من اساطير الكره المصريه، فانا مش بتكلم كده خالص. انا لا ادين في الكابتن محمود الخطيب الا في امور اداريه. يعني مش معنى ان شوف انت دكتور كويس انك بتفهم في كل حاجه، انك مهندس كويس انك بتفهم في كل حاجه. انت ممكن تكون سباك بتفهم اكتر مني في حاجات كتير جدا، مش قضيه، مش دي المشكله. آه، غرفه ملابس الاهلي النهارده خلينا واقعيين، لما زيزو يروح الاهلي ب 100 مليون، طب امام عاشور، وانا ولا شك امام عاشور افضل منه، بن شرقي افضل منه، تريزيجيه افضل منه، فيحصل صراعات غريبه ويحصل غيره، دي حاجه انسانيه يعني، مش حاجه احنا بنقدر نتحكم فيها. امام عاشور اللي كان ايقونه في الاهلي، النمبر 1، الراجل اللي بمنتهى البساطه يعني هو اللي على الحجر يعني، خلاص. وخلاص دي هو كان لازم يفهمها، لان كهربا قبله كان هو اللي على الحجر، كهربا كان هو الحراق المشطشط، وكهربا كان من اسباب وجود امام عاشور في الاهلي، ومن اقرب المقربين لامام عاشور في الاهلي كان كهربا. فكهربا شفته انتهى ازاي، وكهربا يعني يحمد ربنا ان هو وصل للفريق الليبي ده ولسه بياكل عيش يعني، لان الاهلي برضه ورطه في قضيه كبيره، ودفع مبالغ كبيره جدا 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 عشان يشتري الاهلي، بس الاهلي في الحاله دي ما يعرفش غير مصالحه. وانا مش شايف ده غلط يعني، يا ريت الزمالك فيه الحته دي، فاهمني؟ يعني يا ريت الزمالك كان عمل كده مثلا مع الونش، لما يحصل تهديدات ويسمع ان الزمالك واداره الزمالك الونش رايح الاهلي، ما يروح، ما يروح، ايه ما يروح، ما اللي عايز يروح يروح، اللي عايزنا على حالنا يفضل اهلا وسهلا. فاتينيسا لو كانت قعدت مع الريحاني آه بادب واخلاق، كانت هتشوفه في الفقر وهتلاقيه يتغني، فكان هيبقى ليها نصيب كبير واحترام كبير في غنى الريحاني. الاهلي كبير يا اخوانا، الاهلي مش فريق صغير، والاهلي دلوقتي قدامه مرحله، هي مرحله انه بص على الزمالك قوي، وزي ما بيقولوا قعد يضرب 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 في الزمالك، وبص على وراه كده لا بيراميدز معدي رايح خارج. الاهلي تعالى مثلا على بطوله الكاس، كاس ايه كاس ده مش عارف، في تعالي، تحس ان الاهلي في تعالي شويه.
بطوله كاس العالم بطوله ولا شك قويه، الاهلي يلعب فيها، والاهلي لعب فيها قبل كده، والاهلي لما كان عنده فريق من سنتين، فريق اضعف بكتير اسما، اسامي اضعف بكتير من اللي انتوا سامعين عنهم دلوقتي دي، والاسماء والملايين الكتيره. الاهلي بيدفع ملايين كتيره هو وبيراميدز. لغايه امتى ممكن الملايين دي تدفع؟ الله اعلم. لغايه امتى السبونسر هيفضل يضخ اموال؟ والمشكله الكبيره الحقيقيه، لا موضوع للحوار، انه دلوقتي الاهلي امام مشكله كبيره، هي ايه؟ انه الاهلي في الطريق لضياع الدوري، وقد، الله اعلم، يخسر المركز الثاني، وقد يخسر المركز الثاني، لانه في الملعب المركز الثاني لسه. فماذا لو ان الاهلي لا يحقق هذا العام بطولة افريقيا؟ وارد، عنده صن داونز، وبعديها لو خد من صن داونز ممكن يروح على بيراميدز مثلا، فالبطولة صعبة مش سهلة. فرقة بيراميدز اثبتت انها ما بتتغلبش يعني من الاهلي في الفترة دي. فرقة صن داونز مش هي بتاعت كل سنة، بس كمان الاهلي مش بتاع كل سنة. انا مش مع جمهور الاهلي، انا اعرف اهلاويه كتير، ولا اقصد اي اساءه لاي اهلاوي، لان في النهايه زي ما قلنا لحضراتكم احنا بنتكلم كوره، والزمالك هو اضعف فريق في الحلقه، والزمالك هو اقل فريق بيصرف، والزمالك لسه موجود في مربع العمليات. يعني لولا ان عندنا مدرب زي بيسيرو ده اللي بيخاف يهاجم اي حد، احنا كان ممكن نغلب ستيلنبوش ده، مش فرقه يعني، وكان لسه ممكن نبقى موجودين في افريقيا. لكن اعتقد ان دي حاجه كويسه كمان للزمالك، ان هو ايه، شوف، يخلص من اي حاجه تعيقه ان هو يحقق المركز الثاني في الدوري، او يحقق الكاس، او كل ده ولا اي حاجه. السنه ممكن تعدي بدون اي تحقيق اي شيء. لكن الخاسر الحقيقي السنه دي مش الزمالك، الحقيقه مش الزمالك. الخاسر الحقيقي السنه دي ولا شك، في رايي الشخصي، المتواضع، هيكون الاهلي. الاهلي اللي صرف مبالغ مش طبيعيه عشان يحقق نتائج اقل بكتير من نتائج الاهلي. زمان كان ليه عمي علي الله يرحمه، اهلاوي فظيع، يعني اهلاوي فظيع، كان يقول لي الاهلي ياخد الدوري لو بيدربه ده كربط. اه والله، كان جامد، كان جامد قوي الاهلي. كان جامد الاهلي بجد. جمهور الاهلي ما زعلش مني، انا بس بحط حقائق قدامك، بقول لك ان انت بتشتري ناس ما عندهاش بمبالغ كبيره. فاللي ملوش خير في اللي خده من الشارع، واسف في اللفظ، عمله بني ادم، مش هيكون ليه خير ليك. انت بالنسبه له ما هو الا محفظه. 100 مليون، ويعمل عقد 3 سنين، ويجي لك بعد سنه ونص يقول لك ها هنجدد، ولا عندي عقد مع بيراميدز ب 2 مليار جنيه، ها هتوريني؟ الحاج مصطفى ابو زيزو، صباح الفل.